يا بعد روحي طبعا جيب لكم هذا تلميذي حمود طويز الحلة. نادى الزالة هاي الكسرة رافع كسرة عود هو. مايك مرفوع قياسا. هنا قلت له عافية، هنا قال له صوت الربط، قلت له شنو صوتك الربط؟ سمعوا البصمة يا بعد روحي. اقول لك صوتي شلونه حلو لو لا؟ الربوط الهواي مع الكسرة يشد الهواي تتربع. انت تعرف بعد. تلميذي شي اكيد انا استاذه يشورني بكل شي. ايش قلت له يا بعد روحي. حلو حجي حلو السمور، بس لو يعني من ترفع كسرة على صوتك، يعني مو انت نايم بالكسرة بس حلو صعدة شوية ترفع. خلينا نجيب لكم الثانية بعد. شوف هاي هنا شلون بالخاص ذال نفسه اللي يتلزق بيه ابن القهوان مطيزه. قلت له سهله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شي اكيد المتحدث ابن الحل النسخة الاصلية مستلم المايك من ظالم 60 7 الكوت. هذا وطيز ابن طيز. جيب لكم بعد وحده. هنا يا بعد روح هاي الثانية طبعا. سمعوا. انا ايش بيقول لك؟ انا لو اسوي شي اسمه كسرة واسلمك المايك، لو من تسوي سلم المايك زائد. شوف هذا انا شدي حلو، صوتي واضح، مايك شدك حلو واضح قبل عياره بلا عيار تلميذي. هنا هاي هم بعد وحده. سمعوها. بلدي. شوف شدي حلو، يعني صوتي شلونه بالمايك. هذا يا بعد روح الحدث ابن الحديث تلميذي حمودي سند الحلة. كان أحد تلاميذ المطيعين فكبر وتطاول عليه. هذا أخو بياعة العيار وين ما تلزمونه رقوب النعل والحسن. جاو كان هنا ظلم 60 7 كوت خيال المناية. عيون الكوت طق شلع لعيون أبطال الكوت.